السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده هنعمل الكريب في البيت بكل سهوله. صلوا بينا على النبي. تعالى نخش على الطريقه والمقادير. هنا عندنا كوبايتين دقيق، كوبايتين ميه، ملح وفلفل اسمر، ومعلقه سكر صغيره. ننزل بكل المواد الجافه دي على بعضها كده ونقلب. ننزل اول كوبايه ميه ونقلب كويس، والتانية هننزل بيها تدريجيا لغايه ما القوام يظبط معانا. هنا خدت مني كوبايتين الا ربع ميه، كده القوام كان ظبط خلاص. هنصفيه بقى عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. بصوا كده القوام ما شاء الله. سيبها بقى يرتاح 10 دقايق قبل ما نحضر الحشو. هنا هعمل شاورما. عندي فلفل، ربع صدور فراخ، ملح وفلفل، توم باودر، ونزلت بيهم على النار. هنا بقى كان عندي ربع صدق فهاخد نصه. بص انا بحب اقطعه بالمقص عشان الحشوه ما بتطلعش من الكيس بتاع الصدق. اقطعه كله كده. بص قطعته ازاي بس مش طالعه ازاي، واحده بوحدتها. فهشوحه برضو بملح وفلفل كده على النار بشويه زيت، تبقى جاهزه معانا. انا بص القوام عامل ازاي. هنا بقى كنت عامله واحد تاني يعني بالبيض واللبن، بس مش عايزه اوريكم ان مفيش فرق خالص ما بينهم. واكيد مفيش محل بيعمل لكم اللي هو اللي فيه بيض ولبن والكلام ده، انتوا اضافه من عندكم في البيت. فكل المحلات بتعملها بميه بس كريب. هنا بقى حطيت، سخنت الطاسه كده، وحطيت اول كبشه. اول ما يبتدي يتشمع معايا هقلب على طول. ولازم طبعا طاسه ما بتلزقش. هنا بص خلصت الكميه كلها. بصوا مفيش فرق ما بينهم خالص ازاي. بصي كله زي بعضه، سواء عملتيه بميه سواء عملتيه ببيض ولبن. اكيد بيبقى غني اكتر، بس انا يعني مفيش فرق ما بينهم. يعني لو مفيش بيض ولبن خلاص هنعمله برضو. هنا بقى الحشوات. كان عندي برضو بسطرمه. بصوا هنا انا الفلفل ما دبلتوش جامد عشان يبقى لونه حلو كده. وعندي زيتون، جبنه تركي مبشوره، واي جبنه تفضلوها. وهنا الوصفه جبنه اساس فيها عشان هي اللي بتمسك لك الحشو ده كله. هنا بقى احط اول واحده. احط بقى حشوه الفراخ كده، اوزعها من فوق كده كويس. هنزل بشويه زيتون كده وعليهم الجبنه. هعملها بقى ايه مثلث كده زي القرطاس. هقفل كده من النص، اوزع بس الحشوه كويس واقفل كده زي القرطاس كده. كده تبقى جاهزه. هجيب حاجه بقى احط عليها كده. بص انا عماله اعمل لكم واحده من هنا وواحده من هنا، اللي هي بنفس اللي هي اللي فيها لبن وبيض، والتانية اللي عملتها بميه بس. ما لقيتش فرق فيهم خالص على فكره. وانا اغلب الاوقات بعملها من غير بيض ولبن. هنا حشوه الصدق بقى كده. اللي عايز بقى يحط فلفل اخضر، آه يعني ايه الحشوات دي براحتكم انتوا. هنا عملت 2. هروح بقى اسويهم على النار كده بنفس الطاسة اللي عملنا فيها الكريب. هنزل على النار متوسطة، متكونش عالية اوي عشان ما تحرقهوش. فهسيبها بقى ايه على النار، وهغطيها عشان الجبنة تسيح. هنا بقى هكمل بقية الحشوات. بصي اقتصادية جدا، واوفر من بره بكتير، وانضف كمان. ففرحي الاولاد بيها كده، والله جميلة جدا. انا اولادي بيعشقوها يعني، وتغيير عن الاكل التقليدي العادي. هنتك عليها جامد كده عشان الحشوة. نعملها برضه بالطريقة دي. هنا بصوا. هنا بقى حطيت 4 غيرهم التانيين. وأول ما يتشمعوا من تحت هقلبهم على طول.
بصوا هنا حبيت اوريلكوا وهي لسه على النار. هنا بصوا لما طلع بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، والله جميل جدا. بصوا. هنا كنا لسه اول حاجة طلعت معايا. هنا رجعت حطيت تاني، رحت اكمل بقى ايه بقية الحشوات اللي عندي. بس اي حاجة تفضليها، اي حشوة تفضلي، مش شرط تعملي الكمية دي كلها. انا عشان وعلى فكرة انا ما عملتش جنبه اي حاجة، هي كاتشب وخلاص على كده، ولا بطاطس ولا اي حاجة. برضو دي انتي وذوقك، بس انا اكتفيت بيهم يعني. والولاد اصلا يعني بيحبوا الاكل اللي بره، فانت يعني عندما نقدر نعمله في البيت فنعمله بأقل التكلفة. على فكرة انت لو رحتي جبتي واحد دلوقتي هيبقى يعني الكريب لوحده بره بقد ايه، فلا هنعملوه اوفر كمان وبكمية اكتر. هنا بقى كان الزيتون خلاص هشطب. هنا بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بصوا الكمية. وعلى فكرة اتفضل معايا كريب لسه تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا هنا اتفضل معايا، ده انا هشيله في الفريزر. لما يعني ممكن اعمله تاني لولادي في اي وقت. لو وصلت لغاية هنا بقى، بصوا لازم طبعا الكاتشب التحابيش دي. لو وصلت لغاية هنا ياريت لايك وشير وكومنت حلو كده. مع السلامة.